القصه ديال بعدي قبل انتقال فريق الرجاء البيضاوي من الطفوله ديالو غتبين لك بان هذا اللاعب كان يمشي اكثر من هادشي واحد. عبد الكريم بعدي غادي ينتقل فريق الرجاء البيضاوي مده ديال العقد عامين قادمه بالنهضه البركانيه في انتقال حر. بعدي غادي يتزاد في مدينه تنغير وبالضبط في ايت ستيتو المعروفه بمنعرجات الدالس. غادي يدوز الطفوله ديالو تما في حدود 3 سنوات، وفي هاد حدود 3 سنوات غادي ينتقل بعدي مع الابوين ديالو الى مدينه اكادير لاسباب معيشيه. لحسن الحظ عدو انه الحي اللي غادي يمشي يسكن فيه غادي يكون هو المعقل ديال جماهير الحسنيه اكادير، الشيء اللي غادي يخليه يتبلى بكره. في حدود السنه العاشره غادي ينتقل بعدي الى جمعيه الاتحاد الرياضي التكوين لكره القدم. التالق ديالو في هذه الجمعيه دي غادي يخلي الانظار ديال المدرسه ديال الحسنيه تحط عليه. بالفعل المدرسه ديال الحسنيه اكادير غادي تنتدب بعدي الى مدرسه وغادي يزوج تقريبا من جميع الفئات العمريه. في واحد النهار غادي يلعب فريق الامل مع فريق الاول ديال الحسنيه اكادير وغادي يتالق بعدي، الشيء اللي غادي يكتشفوا السكيتيوي. بالفعل السكيتيوي غادي ينادي عليه الفريق الاول، وهنا فغادي يتالق بعدي او غيولي الجميع كيعرف شكون هو بعدي. وبالفعل التالق ديالهم مع حسنيه اكادير غادي يخلي الناخب الوطني داك السلم محليا جمال السلامي ينادي عليه الفريق الاول، وغادي يفوز مع جمال السلامي بكاس افريقيا للمحليين بتواجد لياميق بانون. من وراها غادي ينتقل وغادي يغير وجهه الى النهضه البركانيه وغادي يفوز مع عده القاب قاريه رغم ان المستوى ديالو نزل مقارنه مع الحسن. بعض المعلومات الاضافيه على بعدي انه ملي كان مع الحسنيه في البدايات ديالو كان كيلعب جناح، لكن تغير المركز ديالو الى ظهير ايسر وبعض المرات ظهير ايمن. التجربه ديالو الافريقيه كتوصل ل 50 مباراه على مستوى الافريقي. في الجعبه ديالو 3 القاب قاريه، القيمه التسويقيه ديالو 500 مليون، كذلك له 3 مباريات مع المنتخب الكبار. اذا نتمنوا له التوفيق فريق الرجاء البيضاوي، وانا متاكد بانه غادي ينجح في الرجاء بهذه التجربه ديالو. كاينين لاعبين قل من التجربه ونجحوا في الرجاء.